ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى نعمل مع بعض النهارده احلى شويه سمك مقلي مقرمش كده على الغدا. حاجه كده واو واو واو. بس بقى يا حبايب قلبي، انا معايا 4 سمكات كبار. خلاص انتوا شايفين كده من جوه زي ما بوريكم، انا غسلاه ومنضفاه كويس جدا جدا، وكنت نقعاه في ليمون وملح. خلاص يا جماعه، لحد ما لونه نضيف، لونه كان ابيض كده ونضيف جدا جدا من جوه. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده بقى حبايب قلبي، هنعمله تتبيله كده حلوه. ولكن قبل ما اتبله لازم افتح السمكه كده بالسكينه، عشان خاطر السمكه معايا كبيره ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، لو السمكه صغيره معاكي فمل يعني ملهاش اهميه قوي ان انت تفتحيها، ولكن لما تكون كبيره فتحيها عشان خاطر اللحم بتاع السمكه يتشرب بالتتبيله كويس جدا. خلاص، انتوا شايفين كده بقى انا معايا هنا معلقه كبيره من الثوم، هنعمل له تتبيله تحفه جدا. معايا معلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعلقه كبيره برضو من الخل، ومعلقه كبيره برضو من العصير الليمون. خلاص، ومعايا فلفله كده خضراء انا فرماها، حابه مثلا تستبدليها بهريسه شطه تمام مفيش مشكله. ومعايا بقى البهارات، انا معايا ملح، ومعايا كمون، ومعايا كزبره ناشفه، ومعلقه كبيره من الشمر. طبعا انتوا عارفين اللي متابعني من زمان، انتوا عارفين ان انا ما بستغناش عن الشمر في تتبيله السمك، سواء كان مشوي او مقلي. بصراحه يا جماعه، الشمر ده اختراع كده في تتبيله السمك، حاجه كده تحفه جدا. ولو حابه بقى مثلا انتي تزودي مثلا بهارات سمك اللي احنا بنشتريها من عند العطار، مفيش مشكله، برضو بتبقى تحفه جدا في السمك. وساعات برضو بحط كمان الكاري، ولكن انا اكتفيت بالتوابل دي النهارده. ولكن اللي انا بقولهولك ده كله بينضاف برضو على السمك، بيبقى طعمه تحفه جدا. خلاص، وزي ما انتوا شايفين بقى كده انا بحشي بقى هنا السمكه من جوه، وبتبلها من بره كمان في الفتحات اللي انا عاملاها دي. ليه بقى؟ عشان عايزه لحم السمكه ذات نفسه كده يتشرب من التتبيله كويس جدا. وبعد ما تبله بقى التتبيله الحلوه دي، اسيبه يا جماعه مده لا تقل عن ساعه كده، نخليه يتبل حلو قوي. لان ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده حجم السمك معايا كبير ما هوش صغير، فبياخد طبعا وقت في التتبيل عن اما يكون صغير طبعا. زي ما انتوا شايفين كده، هتبلهم بقى واسيبهم شويه. هنا بعد ما تتبلوا هنعمل له بقى حركه حلوه كده بتخليه مقرمش تحفه جدا بزياده. انا بجيب بقى السمك معايا اللي زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما اتبل بحط عليه الدقيق وانفضه كده كويس جدا من الدقيق الزياده. ومعايا ميه بوله كده فيها ميه، واقوم منزله السمكه. خلاص، عشان بقى ننزلها في الزيت. بصي يا جماعه، الحركه دي مهمه جدا وحلوه بصراحه، بتخلي السمك مقرمش. غير كده كمان حركه الميه دي حلوه، بتنزل اي زوايد في الدقيق، يعني بتنزل الدقيق الزياده اللي على السمك. زي ما انتم شايفين كده، على طول بتنزليها على طول وتطلعيها، مش بتسيبيها كتير في الميه. خلاص، زي ما انتم شايفين كده بتنزل الدقيق الزياده، وبيتقلي بقى يا جماعه بيبقى مقرمش وخطير. حابين تعملوا الحركه دي في السمك، تنزلوه مثلا في الدقيق على مرتين. يعني انت مثلا بعد ما تحطي له الدقيق اول مره تنزليه في الميه، وبعد كده ترجعي في الدقيق تاني، وبعد كده تنزليه في الميه اخر مره وتحطيه في الزيت، مفيش مشكله. ولكن انا اختصرتها على مره واحده. تمام، بيطلع مقرمش وتحفه جدا. زي ما انتوا شايفين كده، انا بقول لكم هنا تخلوا الزيت بقى سخن، وانتوا بتنزلوا السمك فيه يكون سخن جدا. وبعد كده تهدي عليه بقى درجة الحرارة تكون وسط، عشان لحم السمك يستوي من جوه. خلاص، وبعد كده زي ما انتوا شايفين كده بقى، اول ما ياخد اللون القمر 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 ده في التحمير، شايفين لونه تحفة دهب كده. ده شكله تحفة قوي. اول ما ياخد اللون ده على طول تقلبيه كده، وما تستعجليش عليه، ما تعليش عليه النار، خليه يستوي على نار هادية وبراحته خالص، يعني نار متوسطة كده. السمك اساسا بينقلب بسرعة، ما بياخدش وقت خالص. اول ما ياخد بقى اللون الخطير ده بطلعه بقى على مناديل كده، عشان خاطر ينزل اي بواقي من الزيت الزيادة ده. شايفين يا جماعة لونه بتاع بعد تحميره تحفة ازاي؟ جميل جدا. ماشي على الخطوات بتاعت الخطوات بتاعت السمك دي في التتبيله بتاعته خطيره يا جماعه. طبعا بقى اللي بتحب تاكل السمك المقلي مقرمش تعمل الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا، هتحبها قوي. خلاص،
طبعا انا عملت بقى جنبيه رز الصياديه. ان رز الصياديه عملته كتير قوي معاكم في القناه. متنسوش بقى حبايبي اللايك والاشتراك في القناه، الكومنت الجميل بتاعكم اللي بيسعدني ويشرفني ده. مع السلامه.